تخيلوا لو أن كريستيانو نجح فعلا في رفع كأس العالم، ساعتها سيتوقف العالم كله مندهشا، لأن ما سيحققه لن يكون مجرد إنجاز عادي، بل قد يسجل كأعظم رحلة في تاريخ كرة القدم. فالرجل مقبل على طريق مرعب في كأس العالم. أول عقبة أمامه هي كولومبيا، منتخب لا يرحم وليس سهلا على الإطلاق، وإن تخطاهم فسيواجه إما كرواتيا المنتخب الذي أتعب أوروبا لسنوات، أو إنجلترا الممتلئة بالنجوم. ولو نجح في الهروب من هذا الفخ فربع النهائي سيكون نارا خالصة، فقد ينتظره لقاء أسطوري في مواجهة محتملة مع ميسي، أو يصطدم بفرنسا التي تضم إمبابي وصاحب آخر كرة ذهبية. وإن كتب له تجاوز كل هذه العواصف ولم يصل بعد إلى النهائي، فهناك في انتظاره إما إسبانيا أو البرازيل، وكل واحد منهما مرعب لوحده. يعني ببساطة، لو استطاع رونالدو الفوز بكأس العالم بعد هذا الطريق الجحيمي، فسيكون قد حقق شيئا يشبه المستحيل فعلا. ما رأيك؟ هل سيستطيع رونالدو تحقيق كأس العالم، أم أنه سيصاب بخيبة أمل كبيرة كالعادة؟ وما هو المنتخب الذي تتوقعون أنه سيفوز بكأس العالم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.